كثير منا بتغلب انه يشرب كميات الكافيه من المي، فعشان هيك ممكن ننكهها، ولما ننكه المي بدنا نضيف الفوائد الغذائيه لها. عشان هيك اليوم رح نحضر المي بطريقه كثير لطيفه بتشجعكم تشربوا مي وتاخذوا فوائد كثير غذائيه. رح نستخدم فيها جريب فروت، ليمون، وعندنا نعناع، واهم شيء عندنا الخل العضوي من براك. هو خل ممتاز لانه فيه المذر او بنسميها الخلاصه اللي فيها كل البكتيريا المفيده للامعاء، واللي بتساعد انها تتحكم بالشهيه وتخفف من شهوتكم لتناول كميات كبيره من الاكل. خلينا نحضرها مع بعض. اول اشي رح نحط عصير الجريب فروت الطبيعي، بعد هيك عصير حبة ليمون، نعناع، وهلا رح نستخدم الخل العضوي من براك، واللي اهم اشي انه المادة اللي داخلية بدنا نخضها هيك عشان ندخلها بمشروبنا. رح نستخدم 3 معالق كبيرة، رح اضيف مي عادية ومي غازية. لما نقدمها ممكن تحطوا شوي من الثلج، تقدروا تشربوا كوب قبل الوجبة عشان يخفف من شهيتكم لتناول كميات كبيرة من الأكل. وهيك مش بس بتاخدوا مي، بتاخدوا مشروب كتير مهم لتنزيل السكر في الدم، للكوليسترول وتخفيف الشهية.